في 3 خطوات بس هقولك على افضل روتين لازم تستخدميه في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات، بشرتك تفضل مشدوده، ما يظهرش عليكي تجاعيد بدري، ويفضل شكلك صغير. اول خطوه بس حابه افكركم بيها ان واقي الشمس يا جماعه مهم جدا جدا في جميع فترات حياتنا. بنحطه قبل ما نطلع بربع ساعه، وبتجدديه على بشرتك كل ساعتين، وخصوصا لو بتتعرضي للشمس فترات كبيره. تاني خطوه بقى مهمه جدا، وهو انك تدخلي في روتينك سيرم يكون فيه ريتينول. خليني اقول لكم ان سيرم 9 تايمز بالريتينول ده واحد من افضل سيرم الريتينولز اللي انت ممكن تستخدميها في حياتك، اللي هو اسمه كلاب 30. انا صراحه بحترم قوي في 9 تايمز فكره ان هم بيفكروا بره الصندوق. هو مش بس فيه ريتينول بتركيز 2.5%، وده بدوره هيجدد معانا خلايا البشره، هيحفز انتاج الكولاجين. لو في خطوط رفيعه في البشره وشكلها خفيف هتبدا ان هي تتعالج بسرعه. هم حاطين فيه كمان ماده اسمها الهيالوفيل، وعشان كده هو بالنسبه لي كان غير اي سيرم ريتينول انا جربته قبل كده. الماده دي بتديك كده احساس بامتلاء في البشره، وبتحسي كده ان بشرتك فيها نضاره. وطبعا الخطوه الثالثه، لو انت ما عندكيش غسول فتستخدمي غسول لبشرتك مره الصبح ومره بالليل. وفي نفس اللاين بتاع كلاب 30 ده في برده غسول، في كمان ماده الهيالوفيل. الغسول ده هيساعد معاكي ان هو يقشر خلايا الجلد الميت اللي بتكون موجوده على سطح البشره. لما هتيجي تستخدمي السيرم هيقدر ان هو يخترق طبقات الجلد بطريقه اسرع، فبالتالي بالروتين ده انت تقدري تلاقي نتيجه كويسه جدا، وتحسي كده ان بشرتك سموث وفيها نضاره حلوه جدا.